أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخي الكريم، إياك والبدع في الدين، إياك والعمل بالبدع، فإن البدعة طريق إلى النار. البدعة ما كان من العبادات أو الاعتقادات أو الأقوال وليس عليه دليل من الكتاب والسنة. هذا التعريف ديال البدعة، أنها ما كان من العبادات أو الأقوال أو الاعتقادات وليس عليه دليل من الكتاب والسنة. اوعى هذا أخي الكريم، أختي الكريمة، فقد حذرنا الله عز وجل من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء به من عنده سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يكفينا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فهذا فيه الخير والكفاية. وإذا عملنا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأعمارنا تنقضي مهما طالت، ولا ينقضي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غنى لنا عن الكتاب والسنة، ولا نلتفت إلى البدع ومحدثات الأمور، فإنها كلها ضلال وشر. والمعلوم والمعروف أن الضلال وأهل الضلال وأصحاب الضلال إلى النار، وهذا بحكم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في المشكات برقم 165. فالبدعة إخواني ما أحدث في الدين وهو ليس منه. البدعة ما أحدث في الدين وهو ليس من الدين. يعني أي عمل أمرك به أحد أو وجدته مكتوب في إحدى الكتب وهو مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما عمل به الصحابة رضي الله عنهم، القدوة الطيبة المباركة، فهو يعتبر بدعة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بما كان عليه هو والصحابة رضي الله عنهم، فهذا هو الدين الصحيح، ولا يجوز أن نخالفه ونلتفت إلى غيره. وكيف تعرف أخي الكريم أنه ليس من الدين هذا الأمر الذي طرح أمامك أو قرأته في موضوع من المواضع؟ كيف تعرف أنه هل هو من الدين أم ليس من الدين؟ هذه قاعدة لابد أن يعرف الإنسان وأن يعها ويكون على علم بها، وهو إذا لم يكن عليه دليل، أي أمر أمرك به أحد أو وجدته مكتوب فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس عليه دليل
لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كتب السنة غير معروف، فيجب التوقف حتى تعرف الدليل الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أخي، إذا لم يكن عليه دليل فهو ليس من الدين، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى لأحد أن يزيد فيه شيء. فالزيادة هي محدثات الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها، فإياكم كما قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأهل الضلال حكم عليهم بالكتاب والسنة والإجماع بالدخول إلى النار. أعاذنا الله وإياكم من هذا السبيل وهذه الطريق الخاطئة المخطئة التي تؤدي بأصحابها إلى الجهل وإلى الضلال وفي الأخير الدخول إلى النار. أعاذنا الله وإياكم منها. فالدين كامل ولله الحمد، لا يقبل الزيادات، فما علينا إلا أن نعرف الدين الذي أكمله الله جل وعلا فنتمسك به ونترك ما عاداه من الزيادات والاستحسانات والإضافات وغير ذلك، لأنها تبعد عن الله، وهذا خطر عظيم يا إخوان. يجب أن يكون المسلم على بينة منه وعلى علم، فكل بدعة تبعدك عن الله، وكل سنة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن السنة وحي، هي من عند الله كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت الكتاب قرآن ومثله معه، مثل السنة التي تفسر القرآن. فهنيئا لمن كان حبه وهمه العمل بالسنة والدعوة إلى السنة، فإنها تقربك إلى الله. وفيها النعي، كل النعي يظلك الله تحت ظله، وتريد الحوض عند يجمع الله الخلائق، فورود الحوض لا يرده إلا من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الحوض، يحرم من تلك الشربة التي لا يظمأ بعدها أبدا، الشربة المباركة. اللهم ارزقنا تلك الشربة الطيبة المباركة. نعم إخوان، وكما قلنا أن الدين كامل، فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. اللهم ألهمنا رشدنا وعلمنا سنة نبينا، وارزقنا العلم النافع الذي تحبه وترضاه، وحبب